الاهلي لا يمتلك 11 راجل ولا 11 لاعب، الاهلي بيمتلك 11 مليونير بينزلوا يلعبوا كوره. كل واحد باصص على مصلحته، كل واحد باصص ان هو هياخد كام، هيعمل ايه اعلانات بس. لكنك انت تشوف واحد فيهم راجل في الملعب؟ لا، مفيش راجل في الملعب، مفيش. ايه اللي حصل للعيبه؟ ما تعرفش. الجمهور قصر معاكم؟ لا. الاداره مقصره معاكم؟ لا. رواتبكم بتتاخر؟ لا. طب مالكم؟ ليه البرود ده؟ لعيبه بارده، لعيبه ما عندهاش حميه، ما لعيبه ما عندهاش غير على التيشيرت ولا على الشعار. عاوزين ايه انتوا عاوزين ايه؟ الاهلي في المركز ال 15 عارفين ان دي مش نهايه الدوري، بس انت خلاص انت بتدي فرصه للمنافس. لو المنافس يعني منافس من صح ما يخسرش، انت بتتعثر. المنافس المفروض ما يخسرش، بتقول له تعالى اركب الدوري. لكن انت اللعيبه قمه البرود، ما فيش رجاله، ما فيش. انت بتلاعب 11 مليونير بينزلوا يلعبوا خلاص يأدوا اللي عليهم. يا عم ده فلوسك حرام، انك انت تلعب تاخد فلوس من غير ما تعمل حاجه، فلوسك حرام. اعمل حاجه عشان تحلل فلوسك. اغنى ناس في الدوري، اغلى لعيبه في الدوري، اكتر لعيبه بتاخد فلوس. ما فيش مره راتبك اتاخر شهر على الثاني. جمهور الاهلي يستحق منك كده، النادي الاهلي يستحق منك كده. قمه البرود، لعيبه بارده، يعني ما فيش اللي هي الحميه. لعيبه في كميه تفاهه في دماغهم ما تعرفهاش جايه منين. يا عم بص على نتائجك. يعني احنا قلنا عماد النحاس جاي، اكبر دليل ان المدرب ما كانش عيب. العيب في اللعيبه. مشيت روبيرو ماشي، قلنا روبيرو يمشي وما يصلحش للاهلي. جبنا عماد النحاس اللي هو كان معاهم من الاول. ايه اللي حصل؟ ما فيش حاجه حصلت، ما فيش اي جديد. اللعيبه هي العيب مش في المدرب، العيب في اللعيبه دي. اللعيبه ما عارفاش هي بتلعب فين، ما عارفاش قيمه النادي، قيمه التيشيرت اللي لابساه ما عارفاهوش. يا ريت ده بعد ما محمود الخطيب عمل معاكم قاعده، ده الكلام ده يحرك الصخر. بس لو كان عنده دم مش يحرك لاعب كوره. لكن انتوا لعيبه ما عندكمش دم، لعيبه ما بتخافش على النادي، لعيبه بتخاف على مصلحتها قبل اي حاجه. انا بقول لازم يكون في لاعب كبش فدا، ضحي مشي. يا عم انا مش هجدد لك، عاوز تمشي في 60,000 داهي. انت عاوز فلوس بتتكلم عن تجديد، بتتكلم عن تعديل عقد. طب اديني يا عم، زي ما انت بتطلب اديني. لكن تبقى بارد وعاوز فلوس، ده من رابع المستحيلات. كمية الفوضى في اوضه اللبس، وكمية الفوضى في الملعب، وكمية يعني حاجة تخليك غصب عنك تقول في حاجة غلط في الاهلي. لا، في حاجة غلط. مش هي دي لعيبة الاهلي اصلا. لعيبة الاهلي بيكون عندها دم، بيكون عندها حمية، لكن اللعيبة دي ما عندهاش دم اصلا، ما تعرفش يعني ايه كلمة دم. عايزين لعيبة تغير على التيشيرت، تغير على النادي، غير كده مش عاوزين. مشي اللي تمشيه. وانت عارف لما بتاخد قرار للاداره، لما بتاخد قرار انك انت تمشي لاعب او تعاقب لاعب، الجمهور بيكون في ظهرك. ما حدش بيقول لك ليه انت عاقبت ده وليه ما عاقبتش ده. عاقب، مشي. لكن انك انت تسيب الفرقه زي كده لشويه هلافيت، شويه عيال، شويه ناس ما عرفاش قيمه النادي ولا التيشيرت. اول مره اشوف الاهلي بالحاله دي، اتمنى ان ما اشوفش الاهلي تاني بالحاله دي ابدا.